سر الحمله دي على كابتن حسام حسن ايه دلوقتي؟ لانه ضم بقى لعيبه من نادي بيراميدز. هو المفروض ان انا ما اضمش لعيبه من نادي بيراميدز؟ انا المفروض اي لعيب محلي متاح ليا يحمل الجنسيه المصريه متاح ليا بس كده. فانا النهارده مين الاولويه؟ ما الكلام ده ما شفناش مع كيروش، ما شفناش مع هيكتور كوبر، ما شفناش الكلام ده بيطلع يتقال للمدربين الاجانب. ولكن ولما حصل مع النادي الاهلي ما كانش رايح بطوله عاديه، ده كان رايح كاس العالم للانديه وكان بينافس خصم قوي جدا، وشفناه قدر مع موسيماني قدر يقدم مباراه كبيره. ولكن في النهايه انت محمد عبد المنعم، مروان، كان ساعتها عمرو السوليه، اكتر من 7 8 لعيبه غابوا عن النادي الاهلي. فانت النهارده ازاي انت بتتكلم انهي مصلحته اقوى؟ الافضليه والاولويه لمين؟ فالنهارده لما انت تفضل لعيب عندك محلي وما تبعتوش المنتخب، دي كارثه كبيره. وانت لما المدرب يبعت له ان ينضم المنتخب وانت تطلع تعترض، برضو دي كارثه اكبر. صحيح. فانا النهارده مين الاولويه؟ منتخب مصر. ايهما هنا الاولى؟ وده منتخب مصر وده فريق مصري. الافضليه لمصر ابراهيم ايا كان. لو بطوله وديه وما فيهاش جوائز وما فيهاش القاب، هقول لك ماشي، ممكن منتخب مصر المحليين يتنازل عن لعيبه بيراميدز، لان برضو في الاخر بيراميدز فريق مصري بالظبط، واسمه بيراميدز. ولكن في النهايه انت دي بطوله معترف بيها الفيفا وليها جوائز ماديه، وفي نفس الوقت انت بتتكلم في لا، الافضليه منتخب مصر برضو. انا ازاي يا جماعه منتخب مصر اولى؟ هو في اهم. انا هحط نفسي برضو مكان المسؤولين في نادي بيراميدز، وحط نفسي، انا هعتبر نفسي مشجع من مشجعي نادي بيراميدز، وانا مصري وبحب مصر وكل حاجه، بس انا عندي بطوله مهمه جدا. انا هلاعب بطل، اما بطل امريكا الجنوبيه وبطل امريكا الشماليه هيلاعبوا بعض، وانا هلاعب الكسبان فيهم. غالبا هيكون فلامينجو او حاجه، يعني حد من البرازيل، على بطوله بالميراس، اسف. هلاعبه على بطوله، لو كسبته هاخد كاس من الفيفا. ومش بس كده، انا لو كسبته هتأهل ان انا الاعب باريس سان جيرمان بطل اوروبا على كاس الانتركونتيننتال، ودي حاجه مهمه جدا. هلاعب مستويات عاليه جدا. انت هتاخد مني جزء من فرقتي تروح منتخب الكبير، والجزء الثاني هيروح منتخب محليين. طب انا اروح العب بمين؟ طيب انا ليه رحت ناقص 7 لعيبه ساعه كاس العالم للانديه لما انا كنت مشترك كنادي اهلي؟ رحت ناقص 7 لعيبه، صح كده؟ وكان اهم عناصر عندي. صحيح. وكان الاهلي ما قدمش شكوى وما عملش مشكله وما طلعش يتكلم في الاعلام وقال لك انت واخد مني اهم اللعيبه، وقدرنا ننافس في اول مباراتين وكملنا. اشمعنى الاهلي؟ ما هو يا جماعه منتخب مصر الافضليه لمين؟ لو جيت انا كمصري، بيراميدز مصري والزمالك مصري والاهلي مصري، لكن مصر المنتخب طبعا، المنتخب الاهم. فانت النهارده لو عملت كده مع المنتخب المحلي، يبقى انت المفروض تعمل كده برضو مع المنتخب الكبير وتدي الافضليه لبيراميدز. ممكن يحصل، يعني هيحصل تضارب. لا، اقصد ممكن يحصل جلسات بين المسؤولين في اتحاد الكوره وبيراميدز مع المديرين الفنيين الفرقتين، ويبقى في يعني تسيب لي ده وخد ده، ويبقى في بص للمصلحه العامه تفاوض زي ده. انا بقول انا كوطني كمصري اقول للمصلحه العامه ده يحصل، ده يحصل. ولكن في النهايه مثلا ممكن شايف مثلا مهند لاشين، هتيجي تكلمني عليه اقول لك ممكن يساعد بيراميدز شويه، فمن اللعيبه الاساسيه ببيراميدز وما بيلعبش بشكل كبير مع المنتخب. فنفس الكلام هتيجي تتكلم مع مش شناوي، فانت هتيجي بعض اللعيبه اللي ممكن يحصل عليهم كلام، لكن كل اللعيبه اظن ان الموضوع هيبقى صعب. مثلا زي محمد حمدي ما اقدرش اسيبه. صحيح، مفيش بديل ليه، مفيش بديل ليه في المنتخب.